كنت تعرف ان روكي الحقيقي ما كانش سيلفستر ستالوني اللي احنا شفناه في الفيلم؟ قبل افلام روكي وقبل الموسيقى الشهيره بتاعت افلام روكي وقبل شخصيه الملاكم اللي بيقع ويقوم ويديك موتيفيشن، كان في ملاكم حقيقي فعلا عاش المعنى ده، مش في الفيلم، لا، في الحلبة، واسمه هو روكي مارسيانو. راجل مش بمواصفات مثالية للوزن التقيل، قصير نسبيا، دراعه أقصر من أغلب خصومه، وأسلوبه ما كانش أجمل حاجة، بس النتيجة كانت مرعبة. 49 نزال، 49 انتصار، وصفر هزيمة. روكي بتاع سيلفستر ستالوني كان بيقع ويقوم عشان الفيلم يكمل، بس روكي الحقيقي بتاعنا كان بيقع ويقوم عشان يندم خصمه إن هو دخل معاه في حلبة. ودي قصة الراجل اللي سبق أسطورة السينما وكان أشرس من الخيال نفسه. قبل ما نكمل انا عايز اوضح حاجه مهمه. شخصيه روكي بالبوا في افلام سيلفستر ستالوني مش سيره ذاتيه مباشره عن روكي مارسيانو اللي احنا بنتكلم عنه. الفيلم نفسه اصلا متاثر عن شخصيه ملاكم تاني اسمه تشاك ويبنر، الشخص اللي وقف قدام محمد علي كلاي وصمت لدرجه ان هو الهم سيلفستر ستالوني ان هو يكتب فيلم روكي. لكن احنا هنا مش بنتكلم عن مصدر الفيلم حرفيا، عن فكره الملاكم اللي شكله عادي، جسمه مش مثالي، اسلوبه مش انيق، بس معاه سلاح اخطر من الموهبه، قلبه ما بيكسرش. وهنا تحديدا يظهر روكي مارسيانو، لان مارسيانو ما كانش مجرد ملاكم قوي، كان نموذج واقعي لفكره ان البطل مش لازم يكون اجمد حاجه، لكن هو الشخص اللي واقف على رجله لحد اخر دقيقه في النزال. اسمه الحقيقي هو روكو فرانسيس مارسيانو. اتولد سنه 1923. اتولد وسط عائله مهاجره بسيطه. في البدايه حلمه ما كانش ملاكمه اصلا، كان عايز يبقى لاعب بيسبول. تخيل المفارقه هنا ان هو هيكون واحد من اخطر اصحاب اللكمات في الوزن التقيل. اتقال له في البيسبول تقريبا دراعك مش كفايه. تخيل الدراع اللي رياضه البيسبول ما اعترفتش بيها هي نفس الدراع اللي وقعت رجاله بشنبات في الحلبه. لما دخل الملاكمه ما كانش النموذج المثالي اللي الناس متخيله بالوزن التقيل. طوله حوالي اقل من 180 سم ومدى دراعه 170 سم، ودي ارقام مش مرعبه الصراحه للوزن التقيل، خصوصا لما تقارنها بملاكمين اطول واضخم وابعد مدى. يعني على الورق في خصوم كتير عندهم اسلحه احسن منه، اطول واسرع وخبره اكتر. لكن خلينا متفقين، فكره الاسطوره ان هو بيقتنع ان اللي على الورق شيء والحقيقه حاجه تانية خالص. روكي مارسيانو كان يدخل النزال من هنا وكانها حرب استنزاف. مش هدفه يبهرك بحركه جميله او خفه، مش هدفه يكسب الجوله بشكل نظيف، هدفه ان هو يخليك انك تندم انك وافقت تقف قدام منه في حلبه. كان بيضغط لقدام على طول، بيوطي جسمه ويدخل من زوايا صعبه، يضرب الجسم والفك ويحط لكمات قويه وما بيرجعش خطوه واحده لورا. وده كان سر خطورته. خصمه ممكن يحس ان هو مسيطر في البدايه، يكسب جوله، يقدر يضربه، ممكن يفتح له جرح كمان يخليه يبان اقل شياكه منه. الراجل ده يا جماعه ما بيتعبش، ما بيبعدش في المسافه، ما بيخافش ولا بيمل. كل دقيقه بتعدي مارسيانو بيقرب اكتر واكتر، كل ضربه ياخدها كانها بتشحنه اكتر بدل ما بتهده. كان عنده خطافيه يمين مسمينها سوزي كيو. دي قصتها قصه مرعبه، ان هو في اول نزالات ليه كلاعب احترافي خلى بطل العالم يبلع سنانه. دي ما كانتش مجرد لكمه قويه وبس، دي لكمه ممكن تغير مسيره الرياضي ده اصلا خالص. اشهر مثال على ده كان نزال بطوله العالم سنه 52 ضد جيرسي جو والكوت. والكوت ما كانش خصم عادي، كان بطل العالم، ملاكم ذكي وخطير جدا. من اول جوله مارسيانو وقع. تخيل معايا الشخص اللي داخل عشان يكون بطل العالم وقع من اول جوله، والنزال اصلا بادئ ضده. والكوت كان متقدم والجولات بتعدي والوقت بيتسرق من مارسيانو. لو دي كانت قصه فيلم في سينما كنت هتقول ان دي اللحظه ان بطل الفيلم قبل فيها الاستسلام، لكن دي ما كانتش سينما. احنا هنا على ارض الواقع، وكل ضربه فيها بتوجع بجد بجد قوي. وصل النزال للجوله 13 ومارسيانو محتاج حاجه اكبر من نقط عشان يعوض الجولات اللي اتسرقت منه. محتاج لحظه واحده بس يقلب فيها كل شيء، وفعلا اللحظه دي جت. يمين واحده من مارسيانو سوزي نزلت على فك والكوت سقطته، وفي ثانيه واحده كل الجولات اللي كان خاسرها راحت للذكرى، وكل التعب والضرب والسقوط انتهى بلحظه واحده بس. سوزي
روكي مارسيانو بقى بطل العالم للوزن التقيل، ودي البدايه الحقيقيه للاسطوره. بعد كده كل واحد دخل قدامه كان داخل بفكره واحده بس، انا هبقى اول واحد يهزم روكي. بس المشكله ان روكي عنده علاقه غريبه بالهزيمه، كانه لا يعترف اصلا بوجودها. في نزالة ايزر تشارلز مارسيانو تعرض لاصابه صعبه جدا في مناخيره، نزف دم كتير وكان واضح قوي للحكم ان هو ممكن يوقف الماتش. في اللحظات دي اي ملاكم طبيعي هيحاول يهرب من الخطر، يلعب لعب سلبي، يحضن الخصم، يجري ويضيع وقت، يحاول يهرب ويعدي الجوله باي شكل. لكن عقليه مارسيانو ما فيهاش الكلام ده، هو عمل العكس، هو هاجم مباشره. لان روكي كان فاهم كويس ان لو الماتش كمل على المنوال ده الحكم هيوقف الماتش اكيد، وروكي ما بيسيبش مصيره في ايد اي حد، لا حكم ولا الطبيب ولا النقط، هو اللي هيخلص الموضوع بايده. ضغط اكتر، هاجم اكتر، حول لحظه الخطر اللي كانت عليه للحظه خطر على خصمه، ودي واحده من اهم صفاته. مارسيانو ما كانش بيستنى الظروف تتحسن، هو كان بيجبر الظروف تتحسن عشانه. في اخر اختباراته الكبيره قابل ارشي مور سنه 55. مور كان ملاكم عظيم جدا، ذكي، صاحب خبره ضخمه. وفي النزال ده مارسيانو برضو سقط مرة تانية، بس احنا طبعا متعودين من اول حلقة ان مارسيانو السقوط بالنسبة له مش النهاية، دي بداية تخدير الوحش. قام رجع تاني للمود وبدأ يعمل اللي هو بيعرف يعمله، يضغط، لحد ما سقط مور اكتر من مرة. وفي الجولة التاسعة انهى النزال بسوزي. وبعدها بفترة مارسيانو اخد قرار نادر جدا في عالم الملاكمة، اعتزل وهو في القمة، ما استناش لحد ما يكبر ويتهزم، ولا دخل نزال زيادة عشان الفلوس، ولا سمح لخصم جديد يكتب تاريخه على قفاه. خرج من اللعبة بالسجل شبه مستحيل اصلا، 49 فوز، 0 هزايم و0 تعادلات، و43 فوز بالضربة القاضية. هنا بيبدأ الجدل، هل هو اعظم ملاكم في الوزن التقيل؟ في ناس هتقول لا، طبعا محمد علي اعظم، راجل واجه اسماء ضخمه كان عنده تاثير كبير في المجال. في ناس تانية هتقول لا، ما مايك تايسون اشرس، تايسون في بدايته كان رعب ماشي على رجليه، وده طبعا هنخصص له حلقه لوحده اصلا. في ناس تانية طبعا هتقول لك فلويد مايوزر وصل ل 50-0 وكسر رقم مارسيانو نفسه. المقارنه هنا محتاجه عدل. فلويد مايوزر كان عبقري دفاعي في اوزان مختلفه، محمد علي كان فنان زمانه ومقاتل شيك، تايسون كان انفجار رعب لخصومه. بس مارسيانو بطل حلقتنا كان حالة مختلفة، كان صخرة بيتحطم عليها امال وطموحات اي حد جاي فاكر نفسه ان هو هيبقى حاجة، مش اسرع واحد ولا اجمل واحد ولا اذكى حد اعلاميا، بس كان الراجل اللي محدش لاقي طريقة يهزمه بيها. وهنا نرجع لفكرة روكي بتاع السينما الحلو اللي بيكسب الناس، كان بيمثل حلم الانسان العادي بتاعنا، انك حتى لو مش الافضل تقدر تقف على رجليك، ولو وقعت تقدر تقوم. بس روكي مارسيانو اخد الفكره دي من الشاشه للحقيقه، هو ما كانش شخصيه مكتوب لها نهايه سعيده، بس الراجل ده عاش النهايه دي بنفسه. في السينما المخرج بيكون كاتب سكريبت البطل ماشي عليه، بس في الحلبه مفيش مخرج، وفي حد تنازلي بيعد عليه، وفي خصم مستني ثغره. عشان كده لما بنقول روكي الحقيقي احنا مش بنقول ان الفيلم عنه حرفيا، احنا بنقول ان فعلا روحه كانت موجوده في الفيلم قبل ما السينما ما تحولها لاسطوره. روكي مارسيانو هو الدليل ان في قصص مش محتاجه حد يكتبها، احيانا الحلبه بتكون افضل من السينما. وهنا نوصل لنهايه روكي مارسيانو، شخص غامض زي دوت عاش تاريخ غامض زي دوت وغريب، وانتصار بمنظر غريب. للاسف هتكون النهايه بتاعته كمان مصدر للغرابه. روكي مارسيانو الطياره وقعت بيه في رحله وهو مسافر، نهايه مريبه جدا لشخص عاش حياه مريبه جدا. في النهايه يمكن روكي بتاع سيلفستر هو اللي خلى العالم تحب الملاكمه، بس قبل سيلفستر في راجل دخل الحلبه 49 مره ما خرجش مره واحده بس مهزوم، اسمه روكي مارسيانو، الرجل اللي سبق اسطوره السينما وكان اشرس من الفيلم نفسه. في النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وما تنساش تكتب في الكومنتات لو عايز تسمع قصه عن بطلك المفضل. لكن انا عن نفسي محضر لك المره الجايه قصه عن واحد كان محمد علي كلاي هو قدوته نفسه، لحد بقت قدوه لمعظم ملاكمين زيه زي محمد علي كلاي. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.